بسم الله ما شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا نبدأ نحلل مباراة الأهلي وسان جورج. بالمناسبة هي مسماش سان جورج، سان يعني قديس وسانت قديسة، فما اسمهاش سانت جورج، اسمها سان جورج. المهم يعني الفريق اللي على الله ده حكايته. نبدأ بقى في المباراة، نبدأ من النتيجة 3. طبعا الأهلي رجع لثلاثياته المعهودة اللي دايما بيحبها. 3-0، 3 بس. والأهلي بيمارس هوايته المفضلة في الثلاثيات. نتكلم عن اللعيبة، كانوا على قدر المسؤولية، مقلناش حاجة، لكن الحظ كان غايب عنهم في كتير من الأوقات. طبعا رجل المباراة أكيد الشحات، مع إننا كلنا كنا عايزينه عاشور. رجل المباراة ومان اوف ذا ماتش هو طبعا الشحات. طبعا 3 الشحات عشان احنا النهارده اليوم بتاعنا كله برعاية التلاتات. كنا نفسنا كلنا نقول عاشور، وهو فعلا عاشور. وقلبي عندك يلي عاشور كان عندك. نبدأ بقى نشوف المهارات بتاعت اللعيبة والتركيز كان موجود. يعني ممكن نبدأ نتكلم عن طريقة اللعب. الأهلي بدأ متقدم بضغط متقدم طول ال90 دقيقة. يمكن سان جورج بعد ما الدقيقة 90 جت افتكر ان هو ممكن يعمل ضغط متقدم، بس يعني كان خلاص بقى الدنيا قفلت خالص عندهم. التلاتات اللي احنا جبناها ممكن نتكلم عليها كلها بمهارات فردية و... ولعب عالي جدا من اللعيبة. عن التركيز والاجتهاد، التركيز ما كانش موجود قوي يعني في الفينش بتاع الهجمات، لكن الاجتهاد طبعا كان موجود. عن التحضير، احنا ما حضرناش كتير لان احنا زي ما قلت لكم احنا بدأنا من ضغط متقدم، فما كانش فيه تحضير. احنا كنا عاملين كومباكت عليهم ومخلينهم مش واخدين نفسهم، بس ان احنا نترجم ده باهداف ما كانش موجود خالص. والحظ كمان ما كانش موجود. العارضة كانت هي اللي يعني بتساعد قوي معاهم. يمكن همروش كان ليه رأي؟ أكيد طبعا لا، أنا بهزر، مفيش الكلام ده. المهم يعني نبدأ نتكلم على طريقة اللعب بتاعة الأهلي. الأهلي كان باقي في منطقة الجزاء وكان محاصر الفريق. الفرقة بتاعتهم كانت بتلعب الأول بدفاع خط، يعني ستارة كده دفاعية مرصوصين 5. بعد كده أول ما بدأنا ندخل في مجريات الماتش أكتر بقوا الفريق كله واقف تقريبا. اللهم كرة ربيعة اللي جت في العارضة في الشوط الأولاني، بس يعني بعدها مع الانطلاقة بتاعت ربيعة وفي الشوط الأولاني هوبا رد على طول الشحات بالجول الأولاني اللي هو افتتح بيه البطولة بقى إن شاء الله، يعني تبقى بطولة الخير وناخد ال12 بأمر الله. الجول الأول كان بمهارة عالية، قطم بكوبري هوبا بجول، أسست بالمقاس من عاشور. طبعا كمية الأجوال العالمية الضايعة مش ممكن، مش معقول. يعني 20 فرصة في بين 3 خشبات ممكن نلاقي 6 8، إنما التركيز ما كانش موجود، والحظ طبعا زي ما قلنا ما كانش موجود. يعني شايفين النتيجة بتاعت كانت لغاية قبل الدقيقة 90، طول 90 دقيقة 2-0 دي لو شلنا الشرطة كان 20، هي دي النتيجة الفعلية، تبقى 20 هدف. عاشور 3 مشاركات ب3 اسيستات، يعني بداية ولا أروع. لاعب بيرفكتو. عندنا مثلا ممكن نتكلم عن التحكيم تقريبا ما فيش أي حاجة مؤثرة خالص حصلت، ما فيش تقريبا، ما فيش حاجة، يعني ما كانش في أي حاجة. التعليق مزعج كالعادة، وما اعرفش أنا عن نفسي ما بحبش المعلقين، يعني المعلقين بتوعنا بالذات. بعدين إيه يعني الأهلي رايح بهجمة، فالهجمة طلعت بره، فيقول لك ايه مرت بأمان وسلامة، وانت مع مين فيهم؟ انت معانا ولا علينا ولا معانا؟ ما تفهمش. نقول ايه تاني؟ اتكلمنا عن التعليق واتكلمنا عن التحكيم، ما فيهوش اصلا حاجة النهاردة. وممكن يعني رأيي ان الاهلي فنيا وذهنيا، يعني ذهنيا ما كانش حاضر قوي، فنيا وبدنيا كان واقف على رجله كويس قوي وكان بينفذ تمام المطلوب منه. الشحات الجولين اللي جابهم يعني يدرسوا المهارة بتاعته، ازاي يتصرف، يستلم ازاي، يرقص ويدخل في منطقة الجزاء ويبقى مزعج لأي فريق ايا كان حجمه
ويشوط ويهدف. فده يعني الحمد لله المهارة بتاعته دي نعمة من عند ربنا. والشحات رجع وبقوة، وهو رجوعه ده كان من الموسم اللي فات، وهو الحمد لله بيكمل على كده. عندك كمان في آخر المباراة نتكلم برضو على الجول بتاع عبد القادر. آخر المباراة احنا خلاص بقى كلنا بنلم الورق وقايمين، ودي قعدت 93. الحكم كلنا أثناء ما كلنا كنا منتظرين الحكم يصفر، وهوبا لقينا لأ، عبد القادر كان ليه رأي تاني، وهو قرر يضغط مع اللاعب اللي كان قدام الكرة ويسابقه ويكسبه ويدخل ويضغط ويسلم ويستلم ويرقص وجول. فالمهارات اللعيبة اللي زي دي، فعبد القادر كان هو في الجول ده هو يعتبر فرقة لوحده. المهارات بتاعته اعتمد عليها وقراره انه يجيب الجول ويعمل كل المشوار اللي عمله ده. ف النوعية دي من المهارات بتعجب الجمهور، وهي دي اللي بتخلي الجمهور يطلع الآهات بتاعته وكده. وده اللي احنا شفناه في الثلاث اجوال، جولين الشحات والجول بتاع عبد القادر. في النهاية قبل النهاية أنا مش عاجبني أكتر من، يعني عجبني كل حاجة، ولكن الاحتفال بتاع إمام عاشور لوحده ده هيخلي، او هو خلى في اشياط على الناحية التانية، الناحية اللي على الناحية التانية، في ناحية تانية كده عندها شياط دلوقتي بسبب الاحتفال بتاع بتاعه مع الشحات في الجول ده لوحده. حاجة كده حلوة كده، غسلت ريحتي من جوه. أخيرا الحمد لله على نعمة